وهسه حبايبنا كملنا المناقيش مالتنا، وهذا شكلها النهائي، وألف عافية. بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل الذكر لا إله إلا الله. اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد. اليوم نسوي وياكم طريقة عمل المناقيش. تعالوا يعني. قلاصين حليب طبعا مدفيتهن. نضيف كيس خمرة، هسه نضيف شكر ملعقة طعام شكر، نتركهن 5 دقايق تتخمر ونرجع لكم. وهسه حبايبنا رجعنا لكم بعد ما الخمرة صارت بهالشكل هذا. نضيف زيت 3/4 قلاص. نضيف طبعا هاي بيضتين، بياض بيضتين وصفار بيضة واحدة، نضيفهن بهالشكل هذا. هسه نضيف الطحين بالتدريج، طبعا ما نضيفه كله. طبعا الحليب لازم دافي، والبيض درجة حرارة الغرفة. وإذا البيض بالثلاجة تقدرون تخلوه ما يدافي بحيث البيض يكتسب درجة حرارة المي. هاي إذا تردون على السريع. هسه حبايبنا طبعا ضفنا له 5 قلاصات طحين، ظرفين فانيلا حضيف، أضيف شوية ملح. هسه حبايبنا شوفوا العجينة بعد تحتاج طحين، حضيف لها قلاص لا. هسه حبايبنا ضفنا طحين، إذن قلاصين حليب دافي، 7 قلاصات طحين. هاي مقادير العجينة مالتنا. 3/4 كوب زيت، ظرف خمرة، ظرفين الفانيلا، ظرفين فانيلا. طبعا ضفنا للعجينة نص قلاص طحين، يعني صارن 7 قلاصات ونص. كمل نرجع لكم. هسه حبايبنا خلصنا العجين. نضيف شوية زيت، نضيف العجينة مالتنا بالشكل هذا. بدي نقلبها. هسه نغطيها نتركها تختمر ونرجع لكم. هسه مثل ما قلنا حبايبنا نتركها تختمر ونرجع لكم. هسه حبايبنا بعد ما اختمار العجين مالتنا بهالشكل هذا، هسه نبدي نقطعه. شوفوا ما شاء الله. هسه نبدي نقطع من العجينة بهالشكل هذا. هسه حبايبنا طلعنا جزء من العجينة، طبعا دهنا ايدينا بالزيت. هسه نقسمها 4 أقسام بهالشكل هذا.
نبدي نكور العجينة مالتنا بهالشكل هذا. ونعوفها ترتاح. اسهل طريقة. نلمها بهالشكل هذا، نبدي نكورها بهالشكل هذا. خلينا شوية زيت. ناخذ اول عجينة سويناها بهالشكل هذا، نفرشها. نسويها على شكل دائري. نفتحها بالرولة بهالشكل هي. نكمل ونرجع لكم. هسه حبايبنا كملنا فرد العجينة. هسه نضيف نلوث كل العجينة مالتنا بزيت الزيتون بهالشكل هذا. هسه نضيف الزعتر. نضيف الزعتر بهالشكل هذا. بهاي الطريقة كلها. طبعا تقدرون برمضان تسووا هاي كلها افكار الرمضان، هالشي خفيف وطيب. هسه نضيف لها الزيتون ونخليها بالفرن. وهسه حبايبنا كملنا المناقيش مالتنا، وهذا شكلها النهائي. والف عافية. اتمنى يعجبكم، ومثل ما قلنا يفيدكم برمضان، ورمضان مبارك عليكم. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. آمين.